السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. مثل ما وعدناكم عندنا اليوم دقوس حار نار. هذا هو حطيناه بالفران. نحط عليه عصير نصف ليمونة تقريبا. الشيء الثاني نحط خل بلغطة تقريبا، ممكن نجي ملعقتين أو 3. أضفنا ملعقة طعام من الكمون. نحط الملح الصحي حسب رغبة بعض المتابعين. وهالحين نشغل عليه الفران ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا شكله بعد ما فرمناه مع المكونات الماضي. والله يا الريح تشق الراس شق. طبعا هذا فلفل شقرة الحار المعروف. جبنا قدر حطيناه ببصل مفروم فرم ناعم، وكذلك أفصاص ثوم مفرومة فرم ناعم مع زيت زيتون، ونحرك لما بعد ما ذبل معنا البصل والثوم نجيب علبة طماطم مقشور نحطه على الكشن اللي مشوي. أيضا نحتاج تقريبا ملعقة أو ملعقتين طعام من معجون الطماطم. بعد ما تسبكت معنا المكونات تماما نضيف اللي فرمنا مشوين، الفلفل ومكوناته، ونبدأ نخلط الجميع مع بعض. بعد ما يبدأ يطبخ تقريبا نخليه على نار هادية جدا، ونسكر عليه من 5 إلى 10 دقائق. بعد مرور 5 دقائق نقول إن شاء الله إنه خلاص استوى. وهذا دقوسنا الحار النار بصورته النهائية، بس باقي إن شاء الله نوريكم طريقة الحفظ والتخزين. نتركه الحين يبرد وبعده نخزنه. طبعا للحفظ نحتاج برطمان يغلق الأحكام ولا يدخل هواء زي هذا. شوفون الربل هذا ما يمنع دخول الهواء. وهنا اللمسات الأخيرة ناخذ الدقوس نحطه بالبرطمان. نخلي مساحة صغيرة فوق تقريبا 1 سنتي ما نعبيه، ونحط من زيت الزيتون تغليقه وحفظ للدقوس من العفن.